السلام عليكم. الدوريات الخمس الكبرى تلفظ أنفاسها الأخيرة. الدوري الإيطالي حسم، الدوري الإسباني حسم، الدوري الفرنسي حسم، الدوري الإنجليزي ما زال على الطاولة، ولكن إحنا شبه متفقين من سيكون البطل هناك. ولكن كل القصة في الدوري الألماني خطأ فظيع وفاضح قد يغير البطل هناك. ودوري أبطال آسيا بنلعب بالفاينل والهلال يمثلنا، ودوري أبطال إفريقيا مولع نار وشرار. 3 أندية عربية تحمل المشعل هناك، الأهلي والوداد والترجي. كريستيانو رونالدو مع النصر إلى الهاوية، عنوان مؤلم جدا وقاسي للغاية. اليوم سنشرح وضع رونالدو ونقول ما له وما عليه، نعذره أو نتهمه. ويوسف النصيري نجمنا العربي المغربي يتميز بشيء عن كل لاعبي العالم حاليا. بدنا نعرف شو هو هذا الشيء في حلقة اليوم. طيب لحظة، ليش مش مشترك معنا؟ بس بدي أفهم جسمك لماذا يرفض الاشتراك؟ الآن اشترك واضرب على راس زر اللايك، بدنا 500,000 لايك. جاهزين لحلقة نارية طايرة بسرعة الصاروخ؟ انطلقنا. طيب أنا الآن راح أقدم تصريح جبار جدا وأنا مسؤول عنه. هل تعلموا إنه من حقنا أن نفخر جميعا بإنه أفضل لاعب في عالم الألعاب الهوائية هو لاعب عربي مغربي؟ فخر لنا جميعا. أتكلم عن مايكل جوردن، التحليق الهوائي في عالم كرة القدم، الفضاء الخارق، الزنبرك المتمدد، يوسف النصيري. لا يا إخوان، طغى يوسف في هذا العالم. يوسف النصيري في هذه الفترة بلغ مبلغ عظيم في هذه المهارة لم يصل له أي لاعب على الإطلاق. خلينا نرجع شوي لأول مرة لاحظت فيه هذا الشيء وانصعقت. في كأس عام 2018 في لقاء المنتخب المغربي والإسباني في دوري المجموعات، هذا الرجل حلق في الهواء وقتل راموس في الارتقاء. راموس اللي بكى كل لاعبي العالم اللي نافسوه في الجو، راموس اللي حسم بطولات براسه من قوة الجنب اللي عنده. نعم النصيري قتله في 2018. قلت لأصدقائي وقتها يا عفو الله ما هذا الشيء اللي شفته للتو، ولم أكن أعلم إنه هذا اللاعب سيكون الأفضل في مجاله على الإطلاق. نعم كريستيانو رونالدو تصدر المشهد في هذه المهارة لسنوات وسنوات طويلة، ولكنه الآن سلم المشعل لنجمنا العربي يوسف النصيري. في كأس العام 2022 شفنا يوسف النصيري بياخذ المنتخب المغربي إلى دور نصف النهائي مسجلا في شباك المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، حلق في الهواء إلى ارتفاع 2 متر و78 سنتيمتر. مؤخرا لا يوسف النصيري بالغ في القوة. في الدوري الأوروبي قبل أسبوعين النصيري سحق هاري ماغواير العملاق اللي أطول منه ب4 سنتيمتر. لا بالعكس، لقي حاله حلق في الأجواء زيادة، اضطر ينزل لتحت شوي عشان يجيب الكرة براسه، وأكيد كانت هدف بعد ارتدادها من جسد ماغواير. خارق. وقبل أيام قليلة في لقاء إشبيليا وفيريال في الدوري طار فوق الجميع ودعس الكرة في الشباك مع توجيه خيالي. خلاص يوسف النصيري ختم هاي المهارة. نيال المغرب في يوسف ونيالنا إحنا فيه. طيب طالما جبنا سيرة كريستيانو رونالدو فأعطوني الدون العملاق. هل من مشكك بتاريخ ونجومية وعملقة وأسطورية رونالدو؟ لا يوجد، ومن فعل ضحكنا عليه. ولكن لا أحد في هذه الدنيا فوق النقد، وخاصة في عالم كرة القدم الجميع تحت المسؤولية. والإنسان بطبعه حياته بين قرارات صحيحة وخاطئة، ولكن قرارات النجوم الكبار التركيز عليها أكبر وضريبتها غالية. رونالدو ذهب لنادي النصر السعودي راغبا بخوض غمار تحدي جديد. الرجل وجد عرض مناسب جدا ماديا ومعنويا، ركز على معنويا، خاصة انه احنا بنحكي عن لاعب عمره 38 عام وفي نهاية مسيرته الكروية ومن أثر الرياضيين على وجه الأرض، يعني شبعان. الرجل ذهب ليكون في المقام الأول سفير للكرة السعودية خاصة والعربية عامة. مئات القنوات الفضائية باتت الآن تتتبع مستجدات الدوري السعودي. احنا بنتكلم عن الشخص الأكثر متابعة في العالم على مواقع التواصل الاجتماعي بين 8 مليار إنسان على سطح الأرض. ولكن أنا هون بدي أتكلم فنيا وفقط في كرة القدم. ماذا قدم رونالدو للنصر وماذا قدم النصر لرونالدو؟ وهل هي علاقة ناجحة أو فاشلة؟ الحقيقة هي إنه رونالدو يلعب تحت ضغط مخيف، ولكن هل رونالدو مطالب لوحده بتحقيق الألقاب للنصر العالمي؟ أليست كرة القدم لعبة جماعية؟ لو قصر زملائه فلن ينفع تألقه. فعليا ورقميا هو قايم بدوره، لاعب 12 مباراة في الدوري السعودي مسجل فيهم 12 هدف وعامل اسيستين، جميل، مساهم ب 14 هدف في 12 مباراة. ولكن هل هذا يكفي للاعب بقيمة الدون الكبير؟ لا، أنا آسف. الفريق عموما ليس على ما يرام. نعم رونالدو يقدم مستوى سيء بالعموم ولكنه مش أقل من زملائه. الفريق كله يمر بمرحلة انخفاض مستوى قد يمر فيها أي فريق في العالم، ولكن الفريق مع رونالدو فقد صدارة الدوري السعودي التي كانت قبل وصوله، والفريق مع رونالدو خسر سوبر الرياض، ومؤخرا النصر ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة في دور نصف النهائي. رونالدو يلام مثله مثل أي فرد في المجموعة، لا هو فوق الانتقاد ولا هو الوحيد الذي توجه له أصابع النقد والتجريح. أنا بقول لك عشان تكون بالصورة، رونالدو ليس على ما يرام ولكن إحقاقا للحق. قبل شهر كنت أنا في الرياض والتقيت بإدارة نادي النصر المحترمين، حدثوني عن بعض أسرار احترافيته العالية، وقالوا لي إنه راتبه فقط 120 مليون يورو وليس كما يشاع إنه فوق ال 200 مليون يورو، والرجل سيكمل عامين كاملين هنا في المملكة حسب عقده، يعني لا تخافوا من فكرة إنه يطلع. هذا على كلام الإدارة. وحكوا لي عن كمية المؤسسات الإعلامية والشركات العربية والعالمية اللي حابين يعملوا معه تعاونات. أنا بقول ألا ليت الشباب يعودوا يوما يا رونالدو. هاي المرحلة اللي أنت بتمر فيها بعرفها أنا منيح. قل لي ليش؟ شفتها تماما هي على بعض الأساطير في نهاية مسيرتهم، مر بها كاكا وهنري ورونالدينيو وغيرهم
بتذكرهم بصيروا مرتبكين وبس بدهم يقدموا لمحة حلوة ليقنعوا انه احنا ما زلنا موجودين وقادرين نعطي اداء من دون اخطاء. لا تشيلوا عنا الاضواء ارجوكم، ما زال لدينا ما نقدم. وهون بيكون اللاعب قاعد بخوض حرب نفسية كبيرة مع نفسه. او احيانا موعد الاعتزال، لا انا الاسطورة، كيف اعتزل وانا مش في القمة؟ عن جد الله يكون في عونهم. الاعتزال حل بالنسبة لرونالدو نعم، ولكن ليس الا وهو على القمة، هكذا يعتزل الكبار. لا ننسى ان رونالدو لاعب مجتهد ومقاتل ومتحرك اكثر من ما هو لاعب مهاري، وهنا العمر يتاثر بهاي العوامل، في حين الاسلوب المهاري يبقى ويدوم. انا الان قاعد بحكي كلام عميق. رونالدو في المملكة لاعبا للنصر نعم، ولكنه سفير السعودية لكل العالم، بل هو سفير فوق العادة لاشهار المملكة العربية السعودية ورؤيتها المتقدمة 2030 لكل العالم. العالم يشاهد المملكة من مرآة رونالدو. لا ننسى ان رونالدو انسان ويتاثر بعوامل محيطة به، وللاسف في جماهير في المملكة تحاول جهادة الاستفزاز والتقليل منه والانتقاص منه. نسوا ان الرجل تاريخ يمشي على الارض، وهل كل من لا احبه اكون عدوا له؟ ليش يا ناس؟ كرويا شجع فريقك ويلعب باعصاب خصمك وخوفه، بس منظومة الاخلاق وين؟ في ناس للاسف بدها شغل كثير لترتقي في عالم التشجيع الجميل. هذا هو رونالدو ابو الارقام، حتى لو جار الزمن عليه واخطا في اختياراته فتاريخه يشفع له. نعم من بعد الخروج من اليوفي والرجل في نزول وانحدار، لن تبقى في القمة دائما، هذا هو ناموس الحياة يا رونالدو. طيب في الدوري الانجليزي الممتاز السيتي اخيرا ينقض على الصداره، حتى لو كانت مؤقته لحين مباراه الارسنال يوم الثلاثاء ضد تشيلسي، ولكن لا ننسى انه اصلا ناقصه مباراتين، يعني ماسك الصداره ماسكها لا مفر عنها ولا مناص. الفوز كان صعب في ملعب فولم اللي بيكون تقيل دم على ارضه. لفت انتباهي التوتر الواضح على جوارديولا من قبل المباراه وفي اثناءها ومن خلال تصريحاته. على الاغلب تفكيره كله منحصر في مباراه الريال الاسبوع القادم، وهذا طبيعي جدا. انت حتواجه اكثر فريق معقد في الحياه، ريال مدريد اللي ولا يمكن تحزر له متى بيكون فوق ومتى بيكون تحت. ترى عندنا حلقه بعد اسبوع وراح احكي لكم مين راح يمر من مين بين السيتي والريال، بين الميلان والانتر، بعد اسبوع بالضبط ان شاء الله يوم الاثنين. المهم انه السيتي فاز، وهالاند سجل وحطم رقم قياسي جديد، صار اكثر لاعب في انجلترا مسجل اهداف في موسم واحد، 50 هدف في كل البطولات، وما زال متبقي للسيتي 6 مباريات في الدوري ومباراتين في الابطال على الاقل، ولا احد يعلم الى اين سيصل هالاند بعدد اهدافه. طيب برضه في الدوري الانجليزي كمان عندنا فريقين بمدربين بيستاهلوا كل الاشاده. الاول هو الرائع اوناي إيمري الذي يعمل بصمت تام، ولكنه يصنع عظمه بمعنى الكلمه. نعم هو خسر من اليونايتد هذه الجولة، ولكن اليونايتد مش ضعيف، اليونايتد يقاتل للظفر بالمركز المؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم. إيمري تولى تدريب أستون فيلا وهم في المركز ال16 وبدون صفقات وبدون أي حاجة، سوى تكتيكه واستخدم مخه ودهاءه وقدرته على قيادة هذا النوع من الأندية. الفريق الآن ينافس الليفر وتوتنهام على مقعد الدوري الأوروبي، تخيلوا من المركز 16 وينافس على الهبوط للمركز السابع. كل هذه بسبب أوناي إيمري وحده فقط، بعيد عن الضوضاء والصحافة. الفريق في آخر 11 مباراة في الدوري فاز في 8 مباريات وتعادل في 2 وخسر واحدة فقط اللي كانت الأخيرة يوم أمس مع اليونايتد. طيب سجل عندك هاي، أوناي إيمري هو أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل فريقه في أول 20 مباراة له منذ مجيئه، ولا أحد عملها من قبل. 20 مباراة مدرب لأستون فيلا وكلهم سجل فيهم الفريق. من سوء حظه إني أنا جاي أمدحه الآن بعد ما سقط أخيرا في فخ اليونايتد وما سجل ولا هدف. عظيم ما يقوم به أوناي إيمري في أستون فيلا، وهنا تكمن إحدى قوى الدوري الإنجليزي الممتاز في استقطاب المدربين الكبار مع أسماء ليست بالأقوى، ولكنهم يصنعوا الفارق ويضيفوا منافسة وحماس شديد جدا لجدول الدوري، كما يفعل أستون فيلا وأيضا برايتون. أعطوني برايتون والمجنون الخرافي الرائع المدرب ديزيربي، مدرب مخيف هو الآخر مسك الفريق بعد خروج جراهام بوتر لتشيلسي وتركه للمجموعة. فكرتوا برايتون راح ينهار صح؟ اعترفوا، وكانت الصاعقة. نعم جراهام بوتر كان عامل انطلاقة جميلة جدا لبرايتون في الدوري، ولكن ترك الفريق فجأة. ولكن جراهام بوتر هو اللي خاض فترة تحضير الموسم وفترة الانتقالات، ومع ذلك ديزيربي وصل للفريق في الجولة التاسعة من الدوري ومن دون مقدمات ولا تحضير، بل بالعكس خسر نجم فريقه الأول تروسارد في فترة الانتقالات الشتوية بانتقاله للأرسنال. ورغم كل ذلك ها هو ذا يقدم أداء ولا أروع ويشارك في السباق على المقعد الأوروبي الخامس، مع أنه لعب 3 مباريات أقل من الليفر وتوتنهام وأستون فيلا. لو فاز فيهم كلهم سيقفز مباشرة فوقهم كلهم ويقتنص المركز الخامس، بس راح يكون متأخر عن اليونايتد الرابع فقط بنقطتين. في الجولة الأخيرة يوم السبت برايتون عمل مباراة تاريخية وانتصر على الوولفز 6-0. الرجل لا يكتفي بالفوز بل يريد أن يقنع أكثر وأكثر، وصل بالفريق لنصف نهائي كأس إنجلترا وكان قريب من التأهل للنهائي، ولكنه خسر بركلات الترجيح من اليونايتد. برايتون مسجل 61 هدف في 31 مباراة، متفوق على اليونايتد وتوتنهام ونيوكاسل القوي جدا، كل هذا بأسماء أقل من متوسطة، بل سطعت أسماء لاعبين مع ديزيربي على سبيل المثال ميتوما وبطل العالم ماك أليستر. بالمناسبة ماك أليستر رسميا سيغادر في الصيف، ولكن يتبقى تحديد الوجهة إما اليونايتد أو الليفر. ومن الأشياء اللي بتبين شغل المدرب هي الجماعية في الأداء، فلا يوجد نجم أوحد، الكل يسجل والكل يصنع والجميع سعيد في هذا الفريق. 6 أهداف في مرمى الوولفز، 2 لجروس و2 لويلبك و2 لأونداف. على فكرة في أكثر من مدرب وصف برايتون بوصف جبار ومخيف، على رأسهم بيب جوارديولا اللي قال إنه برايتون هو أفضل فريق في العالم في
طرق لعب محددة. حتى لوبتيجي مدرب الوولفز حكى انه برايتون هو افضل فريق يلعب كرة قدم في العالم في الوقت الحالي. كلام كبير جدا من مدربين كبار، فلازم نوقف عنده. الدوري الانجليزي فعلا مليان مدربين عباقرة، وهو ما يجعل المنافسة فيه طعم اخر. ديزيربي برايتون، ايمري استون فيلا، ايدي هاو نيوكاسل. هذا الثلاثي هم مفاجآت هذا الموسم، وهم السبب في هاي المتعة غير المسبوقة، وهم كمان سبب في انه فرق عريقة وكبيرة مثل الليفر وتوتنهام وتشيلسي وكمان اليونايتد لا يضمنوا تأهلهم للبطولات الأوروبية حتى الآن. أما مباراة الليفر وتوتنهام فكانت ممتعة بشكل كبير جدا، بل ممكن نصنفها بلقب أفضل مباراة في الجولة. الشوط الأول كان عظيم جدا من الليفر، وشاهدنا عودة الموهوب لويس دياز اللي غاب أغلب الموسم للإصابة، وسجل بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة. للوهلة الأولى تشعر أن توتنهام سيستقبل نتيجة كبيرة كما حدث ضد نيوكاسل. ليفربول سجل 3 أهداف في أول ربع ساعة فقط. توتنهام مهزوز جدا دفاعيا ومستسلم للغاية. الفريق في آخر 4 مباريات استقبل 15 هدف، ولكن على الجانب الآخر من الفريق تجد الهجوم مستبسل. الفريق حاول جاهدا للعودة للمباراة وسجل هدفه الأول قبل نهاية الشوط الأول، بس لا تفوتكم ترقيصة وتسحيبة بيريسيتش لفان دايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدافي خبر كان ذبحه وكسر ظهره. توتنهام لو حيكمل الشوط الثاني بنفس الروح والأداء سيسجل أكثر وأكثر، وسيساعد على ذلك رعونة وسذاجة دفاع ليفربول. لفت انتباهي هاري كين عمل أكثر من فرصة لسون، لولا فينش الكوري السيء من زمان بحكي عنه للأسف لكان الفريق خرج فايز أو متعادل على الأقل. هاري كين سجل هذا الموسم 25 هدف في موسم سيء جدا جدا لتوتنهام، ولكنه لم يؤثر على مستوى الإنجليزي الرائع اللي لولا وجود هالاند لكان منفرد بصدارة هدافين الدوري من دون منازع. هاري كين فعلا يستحق فريق أكبر من توتنهام. أنا آسف أنا بحكيها، جمهور توتنهام سامحوني. أتوقع جدا خروجه هذا الصيف. طيب تعالوا شوفوا شو صار في الشوط الثاني. في الشوط الثاني من المباراة فعلا توتنهام كان جبار وتحسن كثير عن مصيبة وبلوة الشوط الأول. استغل أخطاء الليفر الدفاعية الكارثية. توتنهام كان ممكن جدا يسجل 3 أهداف وأكثر. لوكاس مورا البديل اللي كان المفروض يكون عون لزملائه بعد ما الفريق تعادل بسيناريو هيتشكوكي مجنون في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع، جاء بعدها بدقيقة واحدة فقط وقبل إطلاق صافرة الحكم النهائية في الدقيقة 94. لوكاس مورا ضيع مجهود زملائه اللي تفانوا للعودة بنتيجة من 3-0 لليفربول إلى 3-3، وتسبب في هدف الفوز لليفربول بكل سذاجة تذكر. رجل الريمونتادا 2019 على اياكس في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا كان الجزار هذه المرة. يا رجل انظر قبل ما تمرر لن تخسر شيء. دفاع الفريقين كانوا غاية وآية في الضعف الشديد. كل الأهداف ال7 في المباراة فيها هفوات رهيبة من الدفاع، سواء سوء الرقابة أو التوهان أو التوتر في التدخلات. ريان ميسون مدرب توتنهام قدم أداء طيب ضد اليونايتد وعاد للمباراة بعد التأخر 2-0 وتعادل، ونفس الكلام ضد الليفر عاد من الهزيمة 3-0 وتعادل ولكنه خسر. ولكن مش كل مرة تستقبل أهداف وترجع بالنتيجة ميسون. في ألمانيا حدثت فضيحة قد تغير مسار البطولة. بروسيا دورتموند تعرض لمجزرة تحكيمية بحرمانه من ركلة جزاء صحيحة في لقاء بوخم الأخير. في الدقيقة 65 وقعت الكارثة، تدخل عنيف ومتهور من لاعب بوخم دانيلو سواريز على قدم المهاجم أديمي. الحكم لم يحتسب ركلة جزاء. المباراة انتهت 1-1. دورتموند خسر نقطتين. دورتموند فقد الصدارة للبايرن، ولكن جاء الاعتذار الصريح من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي أقر واعترف بخطأ الحكم ساشا ستيغمان وطاقمه المساعد والفار. الحادثة نادرة أن الاتحاد يقدم اعتذار كهذا، بس ما الفائدة لو خسر دورتموند الدوري لهذا الخطأ الكارثي؟ باقي 4 جولات على نهاية الدوري. البايرن في الصدارة بعد فوزه الأخير على هرتا برلين 2-0. البايرن 62 نقطة، دورتموند ثانيا ب 61 نقطة. احكوا لي في خط التعليقات شو رأيكم بما يحصل مع رونالدو في النصر؟ يكمل عقده للنهاية ولا يعتزل الآن؟ اتفقوا معي بما قلته عن يوسف النصيري نجمنا العربي؟ أحلى التعليقات بتفاعل معه وباخذها وبحطها عندي في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. اشترك الآن واسلخ لايك، بدنا ال 500,000 لايك ليقترح اليوتيوب الحلقة للجميع. اشتركوا يا جماعة، هدفنا ال 10 مليون مشترك هذه السنة إن شاء الله. بصراحة يا إخوان لو وصلنا 10 مليون في هذه السنة أنا مجهز لكم مفاجأة راح تهز لا تحكي بس راح احكي هذه الجمله بس. اوكي. راح نهز اليوتيوب العربي بل الوطن العربي اجمع يا عزيزي، راح نهزه اذا وصلنا 10 مليون ان شاء الله باذن الله. ادهى اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف الحلقه الماضيه اللي قلنا فيها لماذا هالاند هو اقرب لاعب للكره الذهبيه وكيف السيتي يتوعد ريال مدريد بالذبح في دوري ابطال، يشوفها من هون.